هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وكويسين. فيديو النهارده هكلمكم فيه عن ازاي تهتمي ببشرتك لو انت مبتدئه مش عارفه ايه الخطوات الصحيحه او ايه الترتيب الصحيح لمنتجات العنايه بالبشره. النهارده هعرفكم كل حاجه، بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. اول حاجه يا بنات، لو انت لسه مبتدئه وداخله عالم السكين كير جديد ومش عارفه ايه المنتجات اللي لازم تكون عندك، فهم حاجات بسيطه جدا. ده بالنسبه لبشرتك طبعا. هم 3 حاجات: غسول، مرطب، وسان سكرين. دول اهم 3 حاجات لازم يكونوا موجودين عندك. غير كده بقى دي بتبقى رفاهيه، او لو انت مثلا عندك مشكله معينه فتبداي بقى تشوفي ايه العلاج بتاعها وتجيبيه. اهم 3 حاجات لازم يكونوا موجودين عندك وبجد هيعملوا مفعول، لانهم دول اهم حاجه لازم تكون موجوده عندك. طبعا انت هتجيبي الحاجه المناسبه لنوع بشرتك، سواء كانت جافه، دهنيه، مختلطه، حساسه. اي نوع بشره بيكون ليه منتجات معينه. ما ينفعش تستخدمي اي حاجه وخلاص، لا، لازم تعرفي نوع بشرتك الاول وبعد كده تشوفي ايه المنتج المناسب ليها ومناسب لفلوسك وتجيبيه. اول حاجه قلت لكم عليها وهو الغسول. انا بشرتي مختلطه، فاقول لك الغسولات اللي انا جربتها. انت هتجيبي الغسول المناسب لنوع بشرتك. اول غسول ده ارجنتو، ده شكله طبعا باين ان انا مستخدماه كله. بصوا اقول لكم رايي بمنتهى الصراحه، هو بصراحه عجبني، ما عمليش اي حاجه في بشرتي اذتني يعني. كنت بستخدمه مرتين في اليوم، حجمه 200 مللي وكان سعره تقريبا 195-200 جنيه. تاني نوع جربته ده من انفينيتي، ده لسه تحت التجربه، انا جايباه جديد فلسه بجربه. ده شكله ده 250 مللي، كنت جايباه ب130 جنيه. بس طبعا لسه انا هجربه واقول لكم رايي فيه، ولو حد فيكم جربه برضو يقول لي رايه. انا جربته كام مره، مش بقالي فتره كبيره، بس جربته كده كام يوم. حسيت ان هو نشف لي بشرتي. فمش عارفه بقى هو مثلا يعني بشره دهنيه قوي، مش مثلا بشره مختلطه، مش عارفه لسه يعني. هجربه اكتر واقول لكم رايي فيه. تاني خطوه بقى يا بنات في الروتين وهو السيرم. طبعا ده مش مهم، مش حاجة اساسية معانا في الروتين، لكن زي ما انا قلتلك كده، لو انت عندك مشكلة معينة بتعالجيها، او لو انت مثلا عايزة تجربي كرفاهية، فتاني خطوة هو السيرم. ده سيرم فيتامين سي من ديزار. طبعا هتجيبي الفيتامين المناسب ليكي، فيتامين سي او نياسيناميد او سواء هيرونيك اسيد. هتختاري السيرم المناسب ليكي. سيرم فيتامين سي ده بنستخدمه على بشره تكون جافه، يعني بتغسلي بشرتك بالغسول بعد كده بتنشفيها كويس جدا. بعد ما نشفتي بشرتك بالمناديل هتستخدمي السيرم. دي كده يا بنات تاني خطوه. تالت خطوه بقى وهو كريم العين. ده بتستخدميه تحت العين. طبعا لو عندك هالات، لو عندك انتفاخات، لو عندك خطوط، بتستخدمي الكريم بيحسن من المظهر ده. الكريم ده من ارجنتو، انا استخدمته. هو حلو كترطيب، يعني ترطيبه بصراحه جميل جدا. مشكله الهالات السوداء لا، ما عملش فيها حاجه، هو كترطيب حلو قوي. وهي المرطب، هتستخدمي المرطب المناسب لنوع بشرتك. انا في الشتاء بستخدم موندو كريم، حلو قوي، قوامه متوسط، وبحسه بصراحه بيرطب البشره بعمق. ده حجمه 50 جرام، كنت جايباه ب75 جنيه. الصيف اللي فات بقى كنت بستخدم شيان جيل. ده هو بصراحه خفيف قوي كترطيب، ترطيبه خفيف جدا. لكن انا جربته يعني، فقلت اوريكم المرطبات اللي انا بستخدمهم. ده استخدمته في الشتاء وده كان في الصيف اللي فات. لازم نرطب بشرتنا حتى لو كانت بشره دهنيه. في ناس كتير قوي بيظنوا ان البشره الدهنيه دي ما بيكونش ليها ترطيب، لانها اصلا بتفرز زيوت وبيكون ملمسها دهني. لا خالص، غلط جدا المعلومه دي. لازم تستخدمي مرطب مناسب لنوع بشرتك. دلوقتي في مرطبات كتير قوي في السوق، وكمان بتكون مصريه، وكمان جودتها بتكون حلوه، فاختاري المرطب المناسب ليكي. لو انت هتنزلي من البيت الصبح فلازم تستخدمي سان سكرين، لازم يتجدد كل ساعتين. بس طبعا يعني مش كلنا بنجدده، احنا بس بنحطه واحنا نازلين، وممكن يبقى صعب علينا نجدده تاني. النوع ده انفينيتي، نوع انفينيتي. بنات انا جربته مرتين بس هو جميل، تحفه جدا، مش بيفرول، مش بيسيب اي وايت كاست على البشره، حلو قوي. انا جربته بصراحه، هو جميل، لكن هو ليه ريحه. فلو انت مثلا بشرتك حساسه جدا او بتحسس من العطور، فممكن ما يبقاش مناسب ليكي. لكن هو بصراحه
كمجمل يعني حلو جدا، عجبني ومناسب لبشرتي. بشرتي مختلطه وكان حلو قوي معاها، مش بيعرق مش بيعمل اي حاجه، خطير بجد. خطوه السان سكرين مهمه جدا لو هتنزلي الصبح، صيف شتاء طبعا، بس في الصيف بتبقى اكتر لان الشمس بتكون قويه جدا، فلازم تستخدمي سان سكرين. وفيها هتلاقي انواع كتير قوي في السوق، وبرده بتكون جودتها حلوه. في منه لوشن او جل، يعني ممكن تلاقي منه في شبه الجل كده وفي بيبقى شبه الكريم، فانتي هتجيبي النوع طبعا المناسب لبشرتك والمناسب لفلوسك. ودي خطوه مهمه جدا يا بنات في روتين العنايه بالبشره، يا ريت نستخدمه مستقبلا كده، هتلاقيه بيفرق جدا في شكل البشره وفي التجاعيد. كمان انا بحب استخدم اي مرطب للشفايف، بجد بيفرق جدا جدا في شكل الشفايف. انا بستخدم ده فازلين، هو مش اوريجينال، هو كوبي، بس بصراحه حلو جدا، ترطيبه خطير. ده شكله هتلاقيه مثلا ب20 ب25، بس بصراحه حلو جدا. بصوا انا بستخدمه على طول، تحفه بصراحه. اكتر حاجه استخدمتها وعجبتني، مثلا ما عندكيش او مش لاقياه تجيبي لونه حلو جدا برضو، سعره بيكون حلو. كده كان الروتين الصباحي. طيب بالليل بقى هنعمل ايه؟ هي خطوه بس زياده هنعملها، هي الميك اب ريموفر. هتستخدمي الميك اب ريموفر بتاعك، لازم تستخدميه عشان تشيلي بيه، سواء حاطه ميك اب او حاطه سان سكرين لازم يتشال. ودي بقى اسمها ايه؟ دبل كلينزنج. بتجيبي اي غسول تشيلي بيه الميك اب او تشيلي السان سكرين، وبعد كده بتستخدمي الغسول بتاعك والسيرم والمرطب، بتستخدمي نفس الخطوات بتاعه الروتين الصباحي في الليل، بس زياده الميك اب ريموفر. ده كان من جارنيه طبعا، ده عندي من زمان. وده كده يا بنات كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد انا منزله.